السلام عليكم اخوتي الرجاويين في قناه رجا نيوز. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. درت هذا الفيديو باش نهضروا على اخر اخبار ومستجدات ديال الرجاء الرياضي، ولكن قبل ما نبدا عندي غير واحد التوضيح بغيت نقول لكم. الخوت راكم ما كتكملوش الفيديو حتى الاخر، كتفرجوا في دقيقه واحده وكتخرجوا، وهذا هو الخطا الكبير اللي كديروا. حيت في وسط الفيديو او في الاخر ديال الفيديو كيكونوا شي اخبار مهمه وانتم كتسمعوا خبر واحد وكتخرجوا، راه هذا خطا كبير اخوت كديروه. لهذا خوت كنطلب منكم تبقاو تكملوا الفيديو حتى الاخر، هذا غير طالب مني صغير لكم. والا كنتي اول مره كتشوف هذه القناه خلي معك ديك ابوني وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد، وما تنساش تخلي حتى لهذا الفيديو لايك وتبارطاجي مع صحابك باش يوصل لجميع الرجاويين. وانت ما تنساش تخلي لنا اراء ديالك في لي كومونتير. دابا غنبدا معكم بواحد اللاعب اللي كنعرفوه كاملين، والرجاء راه معاه في مفاوضات متقدمه اللي هو امين صوان. كنعرفوا هذا اللاعب كاملين اللي كيلعب في فتح الرباطي. وفهد بودريقه راه كان لاعب غيجي ولكن ما كتبش، وحاليا الرجاء معاه في مفاوضات متقدمه وتقدر تكون هي الصفقه الثانيه من بعد قنيدير. ما كنقولش راه غتولي الصفقه الثانيه، ولكن من الممكن تولي هي الصفقه الثانيه من بعد القنيدير، راه حيت مفاوضات اللي معاه راه جد متقدمه ووصلت للمراحل ديال الاخيره، يعني قريب اللاعب يوقع. اش بان لكم الخوت في اللاعب؟ انا بالنسبه لي الراي ديالي متواضع، اللاعب مزيان ماشي خايب، كيلعب في جميع البوستات اللي نقولوا عليه جوكر، كيلعب في الهجوم وفي الوسط. نتوما خليو لنا الاراء ديالكم في الكومونتير حول هذا الخبر. دابا غندوز ندوي لكم على موضوع ديال الصفقات. الرجاء الرياضي خوت حسمات 3 الصفقات، وغالبا غيبداو يقدموهم من نهار الاثنين يعني غدا. والمراكز اللي تحسموا فيهم هاد الصفقات اللي 3 كاين جناح ووسط ميدان وظهير ايسر. وهذا الشيء الا ما كانوش باغيين يخليوه حتى يقدموا كلشي مجموعي. الا كانوا باغيين يقدموا كلشي مجموعي راه ما غيتعنوش غدا، ولكن الا كانوا يقدموا لاعب بلاعب راه دوك 3 الصفقات غالبا غيتقدموا نهار الاثنين، حيت مازال وكاينه مفاوضات مع مجموعه من اللاعبين منهم اجانب ومحليين، وكنعتقد انهم غيجمعوهم كاملين، ما غيتقدموش واحد بواحد. والله اعلم قدروا يتقدم كل واحد بوحده. اش بان لكم؟ وبقاو مكملين حتى الاخر، راه كاين شي حاجه اللي مزيانه، بقاو مكملين الفيديو حتى الاخر. دابا غندوز ندوي لكم على واحد اللاعب اللي كنعرفوه كاملين وكان معنا في الموسم ديال الدوبلي اللي هو مهدي موهوب اللي كنعرفوه كاملين. الرجاء الرياضي خوت سولات على اللاعب الفريق ديالو دينامو موسكو وبغاتو على سبيل الاعاره. يعني الرجاء خوت بغات مهدي موهوب على سبيل الاعاره. اش بان لكم الخوت؟ انا بان لي كرأي شخصي متواضع حنا راه خاصنا نطلعوا لبر، وداك المركز ديال المهاجم هو اكثر مركز عندنا فيه حساسيه، يعني كنفتقدوا المهاجم اللي يكون مزيان. وانا بالنسبه لي داك المركز خاصنا نخسروا عليه فلوس صحيحه حيت يستاهل، حيت ما لقيناش مهاجمين من عهد مالونغو، ما لقينا شي مهاجم مزيان. وانا بغيتهم يخسروا فلوس في داك المركز باش نجيبوا شي مهاجم اللي قتال وفتاك احسن من موهوب. اش بان لكم؟ موهوب راه لاعب مزيان ولكن خصنا نطلعوا شويه لبر. دابا غندوز ندوي على واحد اللاعب اللي مهم بالنسبه ليا اللي هو امين زحزوح، وكندويش عليه في واحد الفيديو من قبل وقلت لكم ان الراجل مهتم بهذا اللاعب وحاطه في اللائحه ديال التعاقدات. ما قلتش لكم مفاوضات انما باهتمام. وحاليا الرجاء الرياضي خوت سولات النادي الوكره القطري النادي ديالو على الاعاره ديال امين زحزوح. الاسم ديالو خوت كان مطروح من شحال هادي من طرف المدرب، والان المدير الرياضي خوت بغى اللاعب وعطى موافقه فيه، وهو اللي بغى يتعاقد معاه على سبيل الاعاره. اش بان لكم الخوت في اللاعب؟ انا بالنسبه لي امين زحزوح لاعب اللي مزيان بزاف وغينفعنا كوسط ميدان هجومي، ولكن مشكله هو السعر ديالو او الثمن ديالو مرتفع بزاف، يعني الثمن غالي. ولكن يشوفوا يحاولوا معاه لا بغاو النادي ديالو على شكل اعاره. اش بان لكم؟ والا وصلتوا لهنايا ما تنساوش ديك لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وتخليو لنا نتوما الاراء ديالكم في لي كومونتير. وإلا عرفتكم نيت بالله راكم وصلتوا لهنايا غتكتبوا لي ديما خضر، يلا بينوا لي الخوت. دابا غندوز ندوي لكم على الموضوع ديال الاجانب اللي كاينين في الرجاء اللي بقاو ماتياس اويوزي وبقى سيخو وبقى شراره. بغيت نقول لكم الاحتمال اللي كاين بالنسبه ديال الاجانب الخو جوج من اصل دوك 3 غيمشيو، يا اما ساخو وماتياس غيمشيو يا اما شراره غيتباع، يعني جوج من دوك 3 غيمشي. اش بان لكم؟ انا بالنسبه لي مزيان، خاصهم يمشيو ما يبقاوش في الراجل، ما عندهم ما يعطيو الراجل دوك اللاعبين كرارس من الاخر. وهنا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديك اللايك وديروا كومونتير تعبروا لينا فيه على الراي ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يوصل لجميع الرجاويين. وضروري تخليو ابوني لهاد القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. الا كان شي جديد راه غندير لكم فيديو. تهلاو وديما راجا.